في كهف بارد ومظلم بيلفظ التنين العظيم أنفاسه الأخيرة، وده بعد ما سيف البطل اخترق قلبه قدر ينهي حياته الطويلة البائسة والوحيدة. التنين بيقول كلماته الأخيرة: أنا مش عارف إيه سبب قتلكم ليا، ده أنا حتى مضيت حياتي في مساعدة البشر وبالرغم من الوحدة والبؤس اللي كنت عايشه، بس الأكيد إن في سبب. أنتم قيدتوني وقتلتوني بالوحشية ديت، ولحد ما أعرف السبب هسامحكم وهسمح لنفسي إن أنا أختفي بهدوء. وهنا التنين بيكسر القيود وبيبص للسما للمرة الأخيرة، بيتلاشى مع الهواء بكل حزن وبؤس، فبيتولد الأمل والتنين من جديد يا حلاوة، وبيتولد كطفل بيفتح عينيه للحياة كإنسان مسالم، بقى عايش في عيلة بسيطة وسعيدة متكون من أب وأم وأخوه الكبير، لكنهم بيبقوا فرحانين جدا بيه. بيكبر دولان وده الاسم اللي هو اتسمى بيه، بيشتغل كمزارع بسيط كل همه إن هو يحمي القرية. في يوم عينه بتروح على القرية بيحس بالدفى والأمان، بتقطع بنت جميلة اسمها إيري، بتقوله أنت سرحان في إيه؟ إحنا كده هنتأخر. فبياخد بعضه وبيرجع معاها، وبنعرف إن دولان بيعيش في قرية صغيرة اسمها فيرن، بالتحديد مملكة أركست في الحدود الشمالية من الخريطة. لحد دلوقتي دولان مش عارف السبب إن هو اتولد كطفل من جديد، ولكن بتأكد إن في مصير غريب ومجهول منتظره. بيصحى وبيبدأ يومه الطبيعي كمزارع، لأن دي الشغلانة الوحيدة المعتاد عليها في القرية، أو الشغلانة الوحيدة اللي القرية كلها بتعملها. وبنعرف إن هو أي شاب في القرية بيعدي ال 15 سنة لازم يعتمد على نفسه، بيعيش لوحده. وبنعرف إن بطلنا كمل ال 16 سنة، الشاب دلوقتي عايش لوحده مع نفسه خلاص. بيروح دولان على النهر علشان يصطاد، وهناك بيقابل أخوه الكبير، بيقول له مش بكرة يوم خروجك للتحقيق في قضية المستنقع ولا إيه؟ ده أنا سمعت إن السحال اختفت من الأنهار والدنيا مقلوبة عليهم، طلعوا للبشر والكل خايف، المفروض القائد يروح هو مع جيشه، غريبة إن هم بعتوك للمهمة ديت يا غلبان. دولان بيقول له مش مشكلة ولا حاجة، ده حتى القائد بلانا ده كتر خيره بيحمي القرية ومشغول على طول. بيرد عليه أخوه بيقول له لو أنت محتاجني عرفني هاجي معاك عادي، المهمة صعبة ولا سهلة؟ دولان بيقول له عيب عليك، ده مجرد تحقيق يعني مش حاجة. وفجأة يا فرحته بيقدر يصطاد السمك أخيرا، بيلمه في السلة وبيرجع بيه تاني. وفي الطريق بيقابل صحابه ألبرت وماليدا، بيقولوا له أنت إيه اللي مقعدك؟ مش على أساس بكرة يا ابني طالع في مهمة والمفروض تتجهز؟ بيقول لهم أنا بجهز نفسي اهوت. بيقولوا له إزاي ده أنت راجع بسلة مليانة سمك، شكلك الصراحة فاضي. بيقول لهم استنوني بس وانتظروا وهتشوفوا العظمة إن شاء الله في المهمة بتاعت بكرة. بياخد بعضه وبيرجع للبيت، وهناك بيلاقي إيري. بتقول له ما هو مش كده يعني، ما تقوليش إنك نسيت تدريب السحر يا أستاذ ديلان. والحقيقة إن هو فعلا كان ناسي، ولكن بيقول عيب عليك أنسى إزاي يعني؟ عيب والله. بيروح علشان يبدأ التدريب، بيوجه إيده ناحية الهدف، بيقول تعويذة الطاقة وبيتخيل سهم قوي بيخترق الهدف اللي قدامه، وفعلا قوته الجبارة بتقدر إنها تصنع سهم من الطاقة وبيكسر الهدف وبيوقعه. ما هو في الأول وفي الآخر تنين عظيم. المعلمة بتاعته العجوزة ماجرا بتنبهر بقوته ومهاراته، بتقول له كالعادة سحرك متقن وفي محله، دلوقتي أنا هدربك على أسوأ اختصاصاتك وهي الأدوية السحرية، ويا ريت بقى تفلح فيها، شاطر في كل حاجة إلا ديت. ولما بيخلص تدريبه بيروح في طريقه كده، وفجأة عينه بتلمع، بيشوف بنت جميلة وأنيقة، فبيسرح في جمالها عمال يتأمل فيها، بس بيقطعه كبير القرية وبيبوظ اللحظة السعيدة. بيقول له ما تقلقش هعرفك عليها، استنى بس أقدم لك كريستينا بنت ناس ومن عيلة نبيلة، وخد الكبيرة دي جاية من المدينة على ما أظن واضح يعني، وأسمع شكلها ناوية تستقر شوية في قريتنا لأسباب شخصية. بتقرب منه كريستينا وبتسلم عليه، وعلى طول بيعرفها بنفسه وهو كمان بيسلم عليها. منك يا خلبوس. أول لما بتيجي عينك في عينيها بيحس بطاقة غريبة وبيحس بقوتها. بيخلص اللقاء العاطفي وبيرجع للقرية. مش عارف انت واخد السلة معاك ومعذبها ليه في كل مكان. أول لما بيدخل البيت بيستقبله ماركو، ده الأخ الصغير ليه، بيبقى فرحان جدا برجوعه، وعلى طول بتاخد أمه السلة وبتجهز لهم الغداء. بيقعد دولان على السفرة مع عيلته، بيقولوا له خلي بالك من مهمة المستنقع لأن الطريق خطير جدا وصعب. بيطمنهم بيقول لهم عيب عليكم، ده أنا بس هستكشف المكان وارجع، ما تقلقوش خالص، هرجع واحكي لكم قصتي مع المستنقع والسحالي. تاني يوم بيبدأ يوم المهمة، بيروح دولان على بوابة القرية، ولكن بيتصدم لما بيلاقي الكل منتظره هناك. القائد بيحلف عليه لا يروح بداله. يا ابني انا خايف عليك، المهمة صعبة. بيقول له ازاي ما تخافش عليا، انت لو رحت مين هيحمي القرية؟ خليك قاعد وانا هخلص المهمة ما تقلقش خالص. يا جماعة انتوا بس مش واثقين فيا ولا ايه؟ بتوقفوا العجوزة ماجرا وبتقول له انا مش عايز اخوفك، بس انا قلبي مش مطمن، عندي احساس وحش بان في حاجة هتحصل. ليه بتفولي فيها يا ستي؟ خد بالك من نفسي يا ابني. لا مش كده وبس، بتوقفوا ايري كمان وبتعرفوا انها عملت له الغداء، بتديهوله وبيشكرها، واخيرا بياخد بعضه وبيطلع من ام القرية وبيودعهم. وفي طريقه دولان بيقف على جنب، بيحس بحاجة غريبة، على طول بيروح ناحية النهر وبيقعد وبيلمس المية. وقتها بيعرف مشكلة انقراض السحالي من النهر اللي في قريتهم، وبيعرف بقدراته ان قوة عناصر الارض قوية جدا في الطبيعة، ومع الوقت قوة عناصر المية بتضعف خالص، وده كان السبب في ان السحالي تنقرض. وفي نص استكشافه فجأة بيسمع صوت من وراه، بيتحرك على طول وبيجهز سلاحه، وده لان الوحوش القوية بس هي اللي بتعيش جنب المستنقع، ولكن بتصدم لما بتظهر قدامه كائن الا مية عبارة عن نص انسان ونص افعى. بطلنا الخفيف بيسرح
بيسرح في جمالها بينما هي بتفتكر كلام امها ازاي تتعامل لو قابلت بشري، ودول ان هما كائنات مش مفترسه ولا حاجه. بتحاول انها تخوفه وتهدده ولكن بيفتكرها بترقص. بتخلص شويه الرقص بتاعها وبتقوله خلي بالك يا بشري انت ما تجيش على سكتي علشان انا بخوف. بس هوبا مره واحده بيظهر من وراه وحش طيني عملاق، الاتنين بينصدموا من ضخامته. على طول بيحاول الوحش ان هو يهجم على اللميه. طبعا ديلان هيسيبها، لا والله بيقطع ايديه وبياخد البنت معاه وبيجري وبيستخبى من الوحش. وبيفضلوا كده لحد لما بيبعد الوحش عنهم. بيقول لها خلاص دلوقتي دوني امان ما تقلقيش. بتساله عن الوحش بتقوله يطلع ايه ده كمان هي ناقصه وحوش. فبيعرف ان هو وحش متكون من عنصر الارض ولكن مجنون شويتين. مش كده وبس، بيفهم دولان ان الوحش ده هو السبب في اختفاء السحالي. بيخلص كلامه معاها بيسالها عن اسمها بتقوله ان اسمها سيلينا. بيسالها لو بتعرف تستخدم السحر زي باقي كائنات اللميه. بتقوله عيب عليك ده انا اكيد يعني بص هبهرك انت جيت للشخص الصح. بيفرح ديلان وبيقترح عليها انها تيجي وتقاتل معاه. ثانيه واحده مين اللي يقاتل ده؟ انا كنت بهزر والله. على فكره انا يعتبر وحش ارض يعني نوعا ما من نفس فئه الوحش المجنون اللي انت بتتكلم عنه. لا مش ده اللي انا عاوزه، يعني ده معناه سحرك مش هيأثر عليه للاسف. بتقول له عيب عليك انا معايا سلاح سري استخدم تعويذه اللميه الفريده وفي احتمال كبير انها تنجح، ها ايه رايك؟ بيوافق طبعا دولان وبيعرف ان هو هيهاجم الوحش وهي تدعمه مش اكتر. سيلينا بتضعف قدام عينيه بتقول له من عيوني هفضل معاك وادعمك في السراء والضراء، هحفظ عرضك لو انت سبتني ومشيت. بيقول انت بتقولي ايه بس؟ مش ده الكلام اللي بيتقال في مراسم الزواج ولا انت شكلك فهمت الموضوع غلط؟ بيخلصوا نقاش وبيروحوا للوحش علشان يقتلوه. ولكن سيلينا بتبقى متردده من فكره التعاون مع بشري غريب شويتين لسه متعرفه عليه ما كملتش دقيقتين. في نفس الوقت دولان بيشاور لها بيبداوا الهجوم على طول ولكن الوحش مش بيستنى، بيرمي قذائف طينيه على سيلينا وهوب على طول بيظهر دولان وبيصد الهجوم. سيلينا بتستغل الفرصه وبتستخدم لعنه الافعى. بتستدعي افعى عظيمه اسمها جرام. بتقولها عاوزاكي تمسكي الوحش وتعلمي عليه اوعي ترحميه. وفعلا الافعى الملعونه بتلف حوالين الوحش وبتخنقه. مش كده وبس، دي بتحاول تفصل راسه عن جسمه بتقطعه بس الوحش بيبقى اقوى منها وقوه سيلينا مش بتستحمل وده لانها مبتدئه لسه. وبسبب كده اللعنه بتختفي والافعى بتروح معاها. ولكن دولان بيبقى عارف يتصرف، بيجري للوحش وبيواجهه بسيفه وبيطيره. مش كده وبس، بيستخدم سحر التنين على سيف وهوبا بيقطع الوحش نصين وبيهزمه. وبسبب كده الطين بيغرق المكان كله وبيغطي سيلينا. فبيجري عليها الولا وبيطمن يا خراب عليك وانت رومانسي. دولان عارف انها متاخره بس اعرفك بنفسي انا دولان من قريه فيرون. بيلاحظ دولان كده 3 جواهر دهبيه فبياخدهم وبيرجعوا. بالليل بيوصلوا على كوخ خشبي. دولان بيجهز الاكل. سيلينا بتساله هو انت مش بتخاف مني زي باقي البشر ولا ايه؟ دولان بيقول لها بيني وبينك انت مختلفه عن اللميه اللي انا اعرفها خالص لان هم في العاده بيبقوا خايفين من البشر وعدوانيين ناحيتهم. ايه المهم انت ايه اللي جابك هنا؟ المكان ده ما فيهوش اي قرى لكائنات اللميه. سيلينا بتقول له ما انا خلاص كملت ال 17 سنه والقواعد عندنا بتقول ان اللي تكمل 17 لازم تطلع وتدور على زوج واهم حاجه عندنا القواعد. فانا طلعت ولقيت وخلاص. بيقول ربنا يتمم لك على خير يعني انا هعمل نفسي ما سمعتش حاجه. الكلام بيروح وبيجي وبنعرف قصه اللميه بدات لما اتلعنت بنت بشريه اتحولت لكائن اللميه يعني نص انسان ونص افعى. من وقتها اتورثت اللعنه لحد لما اتشكلت قرى وكائنات اللميه وكونوا جزء من الطبيعه. على فكره انا ابويا بشري زيك كده، ده حتى امي قابلته في رحله زي اللي احنا فيها برضه. يعني تخيل الصدف هقابل ابويا تاني قصدي زوجي تاني ولا ايه؟ عايشين حياتهم مبسوطين وفرحانين هنعيش حياتنا احنا كمان. بلا قصه مثيره الصراحه. على فكره انا مش طفله واوعى تستقل بيا. بتصدم دولان وبيقول لها الموضوع بس انك لا ميه كيوته وجميله مش اكتر. بتقول له ما هو انت قلت بلسانك اهو شايفني لسه طفله صغيره كيوته والكلام الفاضي ده. فبيدي لها طبق الشوربه وبيقول لها اشربي واهدي بس ويا ريت يعجبك الطبق. بتشرب سيلينا وبتطير من الفرحه لما بتدوق طعم الشوربه بتتحمس شويتين. وقتها دولان بيسترجع ذكرياته بيقول ان والدته هي اللي علمته الطبخ. بيتكلم وعينيها فيها شغف وسيلينا بتلاحظ بتقول له انت متعلق بعيلتك وواضح من لمعه عيونك يا بختك بيهم يا عم. وفعلا دي الحقيقه دولان متمسك وبيحب عيلته وقريته كمان. بيفتكر ايامه لما كان تنين وحيد في الكهف المظلم اللي محدش كان بيعبره فيه. دلوقتي محاط بناس بيحبوه بيهتموا بيه فبيتاثر اكتر وبتبقى الدمعه على عينيه. بيبدا يوم جديد وكل واحد هيروح في طريقه. دولان بيودع سيلينا وبيقول انا متاكد انك هتلاقي الزوج المناسب ليكي ما تقلقيش. وبيقرر ان هو يشكرها على مساعدتها امبارح وبيفتكر ان لا ميه بيحبوا طاقه الحياه. بيديلها من طاقه حياه التنين وبينقلها لها شويه. البنت مش بتستحمل الطاقه الكبيره بتتكهرب وبتقع على الارض. كل واحد بيودع التاني وبيمشي في طريقه. بيطلب منها انها تيجي مع زوجها المره اللي جايه لقريته وتزورهم وهو كمان هيعرفها على عيلته. سيلينا بتفرح وبتقوله ده اكيد ما تقلقش يعني. ودي كانت لحظه الفراق ما بينهم مع طلوع الشمس. دولان بيرجع لقريته وعلى طول بيروح لتدريب الادويه السحريه مع ايري. وهناك العجوز بتعلمه بتعرفوا ان هي خطا بسيط هيدمر المركب وممكن يهدد حياه ناس كتيره لو الدواء طلع غلط. وفعلا مش بيقدر دولان ان هو يفلح في التدريب ده. بتزعق له العجوزه وبتقوله انت شكلك كده مفيش منك فايده. وهنا ايري بتتعصب وبتقول اسكت انت مين اللي مفيش
مفيش فايده منه، ده ان شاء الله هيبقى احسن زوج في الدنيا. واضح عليه ان هو نبيه ونشيط، ما تسمعش للكلام ده، والاهم من ده كله انك وسيم وزوج عظيم. دولان بيشكرها على الكلام الحلو، والعجوز بتطردها بره، بتقول لها خليك انت هنا بقى وخلينا انا مع الفاشل ده اعلمه. وقتها بيفتكر دولان السبب بانه مش عارف يفلح في صناعه الادويه، وده لانه كان تنين، والتنانين مش بتحتاج للادويه البسيطه ديت. بتيجي العجوزه وبتقطع، بتقول له انا هعلمك ازاي تحول القرف اللي انت عملته لترياق علاجي، بس الطريق هيكون صعب ويا ريت ما تستسلمش بعد كده. بيخلص هو تدريبه وبيجري على طول في القريه، بيبقى مستعجل على تدريب الاطفال لحد لما بيوصل لصاحبه البرت. بيقول له حقك عليا يا صاحبي، اتاخرت شويتين. البرت بيقول له ما تقلقش انا خلاص ظبطت الدنيا مع العيال. بيوقفهم وبيديلهم استراحه علشان يتكلم مع دولان، ولكن الاطفال بيجروا عليه والبرت الحزين محدش بيعبره. وفجاه دولان بيحس بشعور غريب وكأن طاقه وحش جايه من ناحيه الغابه. الاغرب بقى ان الطاقه ديت مش غريبه عليه، حاسس ان هو شافها قبل كده. بيجي الليل وفضوله قتله، بيقرر ياخد بعضه وبيروح يستكشف المكان، وفعلا بيروح وبيتفاجئ لما بيلاقي سيلينا مستخبيه وسط الاشجار. بتصدم دولان ومش بيصدق عينيه. انت ايه اللي جابك هنا يا بنتي؟ مش قلت هتروحي الجنوب وتدوري على شريك حياتك؟ بتقول له حاولت بس اي حد بيشوفني بيخاف وبيترعب وبيهرب على طول، والصراحه كده انت الوحيد اللي عملتني بكل انسانيه وحب. دولان بيسمع كلامها وبيفضل يفكر في حل علشان يبعدها عنه، لحد لما بيتوصل لقرار حكيم. بيقول لها انا خلاص قررت، ايه رايك تعيشي في القريه معانا؟ سيلينا بتفرح من كلامه، بس بتتذكر انها وحش واكيد مش هيرحبوا بيها زي ما انت عملت. بيعرف ان الموضوع فعلا هيبقى صعب، هياخدوا جنب منها في الاول، بس واحده واحده هيرحبوا بيها ويعاملوها بكل حب ولطف، وده لانك بنت طيبه وقويه. بتفرح سيلينا، بتنبهر من فكره انها ممكن تكون صداقات مع البشر. بيقول لها دولان ما تقلقيش، غير كده انا هحب وجودك جنبي. ايه ده؟ ايه اللي انا قلته ده؟ يا خرابي هتفهمني غلط دلوقتي اعمل ايه؟ ولكن خلاص انت نطقت الغلط، وهي مسكت فيه بايديها ورجليها. بتقول له انا كمان ما كدبش، انا جيت اصلا علشانك، وبيني وبينك لما مدتني بطاقه الحياه حسيت بالحياه، حسيت ان انا اتولدت من جديد، فلو تسمح يعني تديني شويه من طاقه الحياه تاني. دولان بيوافق على طول وبيقول لها انا خلاص حطيت خطه وهنتناقش مع بعض فيها. تاني يوم الصبح بيتصدم القائد واهل القريه من المنظر اللي بيشوفوه لما بيلاقوا حيوانات مقتوله ومرميه على الارض وكانها قرابين، ومن الاثر بيشك ان المسؤول عن ده هو واحده من كائنات اللميه. فبيقعدوا اجتماع كلهم وبيتلموا وبيفتكروا في طريقه يتخلصوا بيها من اللميه ديت، ولكن العجوزه مجرى بتوقفهم. بتقول لهم هو انتوا مش عاملين لي حساب ولا ايه؟ ده انا كبيره في السن يا ابني، انا كلمتي هي اللي هتتسمع. بالنسبه للموضوع ده فانا شايفه غريب، يعني ايه اللميه تسيب لنا هديه دي؟ انا حاسه الموضوع في انه ولازم نستكشف اكتر. في الوقت ده بتقاطعها ايري وبتدخل للاجتماع، وفعلا في ايديها توقعات العجوز وتنبؤاتها، وبتعرف ان اللميه ديت حسن ظن ليهم وما ينفعش يأذوها. دولان بيفرح اللي بيبقى بيتصنت عليهم بسحره، بيجري على سيلينا علشان يطمنها، وبعدها بينتقلوا للخطوه الثانيه في خطه السنترين علشان يحببوا الناس في اللميه. المرحله الاولى نجحت واهل القريه بقى مستريحين ناحيتك. سيلينا بتفرح وبتتحمس، بتشكره لانه بفضله هو قدر الكل يقتنع بانها كويسه. بعدها بيكمل دولان الخطه، بيقول لها المرحله الاخيره منها واللي هتخلي الكل يقبل وجودها هي اللي عليها الدور، وبيبدا يوم جديد. وبيقرر القائد بلانا ان هو يجمع جنوده واهل القريه، يعتبر شويه ناس بيتعدوا على الصوابع. بيقول لهم انا جمعتكم النهارده علشان واجبنا ندافع عن قريتنا، كلكم بقى من الكبير والصغير، الكل هيدافع عن المدينه. وعلى طول بيعرفوا من الخطه اللي هيعملوها. في الوقت نفسه بيقول البرت لدولان ان القائد مختار اقوى جنود عنده، والظاهر كده مش ناوي يرحم اللميه. دولان بيقوله بالعكس، ده اللي انا محتاجه للخطوه الاخيره علشان تنجح خطتي. بيبص على القائد والنائبه الخاصه بيه ميليديا، مش بس وكده، بيبقوا جايبين الراهبه ليتيسيا كمان، عندها قدره كبيره وهايله في استخدام قدرات الشفاء، واولهم انها بتقدر تتواصل مع الام ميريل، وده يعتبر اهم حاجه لانها المسؤوله عن حمايه قريتهم، يعني الملاك الحامي عندهم، وهي اللي هتمدها بالطاقه علشان تشفي الجنود لو اتصابوا. علشان كده بيبقى قلقان منها، وده لانها لو قالت ان سيلينا شريره ممكن الكل يقضي عليها ويسمعوا كلامها. وعلى جنب بين الاشجار سيلينا بتبقى مستخبيه وبترتجف من التوتر، بتفتكر كلام دولان ليها وانه عرفها ان بكره هيبقى في تدريب ناحيه الغابه. وقتها انا هرمي نفسي للخطر، انت هتيجي وتنقذيني لما اديك الاشاره، وبكده هتكوني منقذتي وهيرحب بيك الكل في القريه. خطه بربع جنيه ولكن تستحق المحاوله. بنرجع للحاضر، بتقرر سيلينا انها تستجمع شجاعتها، ولكن فجاه بيظهر جندي خايف وبيصرخ بصوت عالي، بيقول لهم الحقوني يا جماعه انا بموت. في اللحظه دي كلهم بيستعدوا فاكرين اللميه الشريره، ولكن دولان بيستغرب لان لسه ما اداش الاشاره لسلينا. ده حتى سلينا ذات نفسها بتتصدم، بتقول هو ايه اللي بيحصل؟ حد يفهمني طيب. وفجاه بيظهر دب مدرع متوحش بيجهز نفسه علشان يهاجم الجنود. الكل بيتجمع من الخوف، ده اللي ما كناش عاملين حسابه، وبيفكروا يهاجموه، ولكن القائد بيقول لهم هو انتوا مجانين ولا ايه؟ ده بضربه واحده منه يقتلكم كلكم، اجري منك ليه؟ ما تبصوش وراكوا لحد لما اشوف هتصرف ازاي. وفعلا الكل بيهرب، ولكن ابن القائد بيقع مش بيقدر يتحرك، والدب مش بيستنى لحظه وبيهجم عليه بمخالبه. على طول بيجري دولان وبينقذ الطفل. في نفس اللحظه سيلينا بترمي نفسها وبتحميهم الاثنين، ولكنها بتتجرح جرح كبير وعميق. الكل بيتصدم وبيتفاجئوا من تصرف اللميه، مش بيبقوا فاهمين حاجه من اللي بيحصل. سيلينا بتتعصب بقى، بتستخدم لعنتها على الدب المتوحش، بتأمره يرجع للغابه، وفعلا ده اللي بيحصل. الكل بينبهر
بير ان من كلمه منها قدرت ترجع الدب للغابه. ازاي هي عندها القوه ديت؟ وفجاه بيطلع القائد سلاحه وبيهدد اللمايه انها ما تقربش من دولان. دولان بيطلب من الطفل يرجع عند ابوه وبيبقى مصر ان هو هيفضل مع سيلينا. بيقول لهم البنت انقذتني، انا مش هتزحزح من هنا، لازم الكل يسامحها وتسيبوها تعيش معانا كمان. بيسال القائد سيلينا وبيقول لها هو انت اللي كنت بتسيبي طعام للقريه كل صباح؟ غير كده ايه السبب اللي خليكي تنقذي دولان والطفل؟ سيلينا اولا بتعرفه ان فعلا هي اللي بتسيب الاكل كل يوم للقريه. بالنسبه ان انا انقذتهم علشان ما بشوفش حد ضعيف قدامي واسكت، انا كل اللي طالباه بكل ادب ان انا اعيش في قريتكم، يا ريت تستروني وتسمحوا لي بقى اعيش علشان انا تعبت في الشوارع. كفايه انقذت الاتنين دول، اهلهم كانوا يزعلوا على موتهم لان ابويا انا كمان بشري وامي لا ميه. يعني من الاخر يا جماعه انا نيتي خير. في اللحظه دي بيحس الجنود واهل القريه انها مش مخيفه على الاطلاق، لا وكمان طيبه ولطيفه. القائد بيقرر ياخد راي الراهبه ليتيسيا وبيبص لها، ولكن بتبقى في عالم تاني مبهوره ومنهاره في البكاء، والظاهر كده بتوصل لها رساله من الام ميريل بتعرفها الام ان دي مش شريره وهتبقى خير لقريتهم. اللحظه دي بتقوم سيلينا علشان تشكرهم، ولكنها مش بتكمل، بتفقد الوعي بسبب الجرح اللي في ظهرها. دولان بياخدها وبيقولهم يساعدوها وياخدوها للقريه تتعالج، وبعد ما صحتها بترجع لها بتقوم وبتدخل في حاله صدمه لما بتشوف ان القائد بيديلها بيت ليها علشان تعيش فيه كمان. من الفرحه مش عارفه تشكرهم ازاي. القائد بيقول لها بالعكس انا اللي المفروض اشكرك لانك انقذت ابني من الخطر. سيلينا بتتاثر وبتحس انها في حلم، ولكن بتتاكد ان هو واقع لما دولان بيقرب منها وبيسلم عليها، وكأن يعني اول مره يقابلها علشان محدش يكتشف سرهم. بيعرفها بنفسه ويقول لها لو احتجت اي حاجه فاحنا جيران. سيلينا بتوافق وبتقرر انها تبدا حياتها الجديده في القريه، ولكن هدفها الاساسي دولان، لازم يبقى هو شريك حياتها، ولكن بتحاول تداري الموضوع على قد ما تقدر. وعلى طول بتتاقلم سيلينا مع القائد واهل القريه، بتكلمهم بكل راحه، بينما دولان على جنب سعيد بان هم رحبوا بيها في القريه، خلاص اعتبروها واحده منهم. وبالليل ووقت ما بينام دولان فجاه بتطلع روحه من جسمه، وبنعرف ان دي هي هيئته الحقيقيه، ونادرا ما بيطلع بيها، وعلى طول بيطير ناحيه السماء وبيخترق النجوم بسرعه رهيبه. وفجاه بيلاقي نفسه وصل لمكان ولا الاحلام، ولكن هيئته بتتغير لهيئه تنين. بيقابل بنت جميله وبترحب بيه. في اللحظه دي بنعرف انها الام ميريل المسؤوله عن القريه بتاعتهم، واللي دايما بتمدهم بالطاقه، واللي سمحت لسيلينا انها تعيش معاهم في القريه. بيشكرها علشان وافقت. بتقول له تشكرني ايه؟ والام ميريل ايه؟ انت عشت الجو فعلا ومفكر نفسك بشري ولا ايه؟ يا عم احنا اصحاب وعشرة سنين. بيقول لها انا مندهش ازاي قدرت تتعرف عليا رغم ان انا اتحولت من تنين لبشري. بتقول له مش مهم شكلك، انا حسيت بروحك مش اكتر وعرفتك على طول، بس انصدمت لما لقيت ان روحك محبه للحياه وسعيده، بينما انت كنت دايما زهقان من الحياه حاسس بالياس، وده لما كنت تنين وحيد. بيحكي لها دولان القصه، بيقول لها الموضوع ما فيه ان سيف البطل وقتها اخترق قلبي، وفي لحظه حسيت ان انا عايز اعيش اكتر، ولحسن الحظ روحي اتولدت من جديد في جسم بشري، وهناك قابلت الناس. اتأثرت لما لقيت ان هم بيعيشوا كل يوم وكانه اخر يوم في حياتهم. ميريل بتقول له كده الظاهر انك اتغيرت وروحك بقت مشعه زي سيلينا، اتمنى ان انتوا تلاقوا السعاده في العالم ده. بيخلص كلامهم وبيرجع دولان لجسمه، وبيبقى بدا يوم جديد، وبتكسر عليه سيلينا الباب. بتقول له انت لسه نايم؟ ده النهارده اليوم الموعود. دولان بيستغرب ومش فاكر اي حاجه. بتعرفوا ان هو وعد كريستينا هيزرعوا معاه البطاطس النهارده، فبيفتكر على طول بيقوم علشان يتجهز لليوم. في نفس الوقت وفي مكان ما في القصر بتدخل بنت على غرفه مديره الاكاديميه، وهو ده المكان اللي كريستينا جت منه. وبنعرف ان البنت دي اسمها اوليفيا، وهناك بالله المكان مليان جنيات وبيساعدوها. وبتدي لها البنت رساله من كريستينا، وبتبقى متحمسه جدا انها تفتحها، وده لانها فخر الاكاديميه عندهم. بتقرر تقراها وبتلاقي انها بتطمن عليهم، بتحكي لهم يومياتها في القريه وقد ايه انها مبسوطه. القريه دي بتواجه مخاطر كتيره، وده لانها طقسها صعب جدا، ده غير المخاطر اللي بتهدد حياتهم كل يوم، علشان كده بيتدربوا على القتال كل يوم كشيء اساسي. في نفس الوقت بتبقى كريستينا بتتدرب مع النائبه ميلدا، ولكن النائبه بتبقى بتعاني في قتالها مع كريستينا، وبتعرف انها بنت مش سهله. كريستينا بتتنمر عليها، بتقول لها يا ريت تستخدمي قوتك الحقيقيه علشان الناس عماله تبص علينا ولازم نقاتل بجديه. ميلدا بتقول لها افتكري انت اللي طلبتي فمش ناوي ارحمك. على طول بتهاجمها بسيفها، ولكن بحركه بسيطه من كريستينا بتقدر توقعها هي وسيفها. ومنك يا بنت اللعيبه، بيقولوا عليكي نائبه ازاي طيب. ميلدا بتقوم وبتعترف بخسارتها وانها ما تستحقش لقب نائبه القائد. بتعرف ان مهارتها في السيف الصراحه استثنائيه وقويه. كريستينا بتشكرها وبتحس بانها واحده منهم خلاص، وبيشجعوها دايما ومش بيعاملوها بعنصريه لانها من قريه تانية. مش كده وبس، بياخدوها علشان تاكل معاهم، ولما بتقعد بتلاقي الكل سرحان فيها، فبتستغرب الوضع وبتسالهم ايه يا جماعه، هو في حاجه في وشه طيب؟ البنات بتكسفوا، بيقولوا لها الصراحه انت جميله خالص ووشك ده حلم كل بنت فينا. مش بس كده، القائد كمان بيحاول يقرب منها ويهزر معاها. لا يا باشا ايدك عنها لان دي محجوزه لحد تاني، هتسالني مين؟ اقول لك ليا. بالليل بتروح كريستينا على غرفتها بترتاح، ولكنها مش بتكمل دقيقتين بتطلع بره وبتتدرب على استخدام السيف. في اللحظه دي دولان بيهزر هو وسيلينا، بتسالها هو انت ايه اللي مطلعك في الوقت ده؟ انا حاسه ان انت مش مرتاحه في البيت اللي انت فيه، خلاص هتيجي تعيشي معايا. هي بنت من غير مقدمات بالسرعه ديت على طول بتاخدها فعلا، بتدخلها لبيتها وبتبقى في قمه سعادتها، بتفرجها على البيت
بيته وتقرر انها ترتاح مع سيلينا. سريرها مريح ودافي. وقتها بيقولها دولان ان كل اللي في المدينه طيبين وناس لطيفه، بيرحبوا بالكل، بيستقبلوا اي حد يلجأ لهم. بتحس كريستينا بالراحه وانها خلاص بقت واحده منهم. بنروح بينا لمكان تاني، مدينه جالو. بيبقى النبلاء كلهم في الحفله بيتكلموا عن كريستينا وانها اول واحده من الاكاديميه تتصاحب على كائن لميه وهي سيلينا. الكل بيبقى مصدوم ومنبهر بحقيقه ان ممكن البشر والوحوش في يوم من الايام يتعايشوا ويبقوا اصدقاء. في نفس الوقت بتبقى اوليفيا في الحفله مصدومه من سرعه انتشار الخبر، وفجاه بيظهر قدامها ساحره اسمها كيرين. بتقولها ايه رايك احكي لك اكتر عن اللميه دي؟ اصل انا بعمل ابحاث عنهم وما نقدرش نستبعد انها ممكن تشكل خطر للمدينه في يوم من الايام. ولا انت نسيتي حالات الاختفاء الاخيره اللي بتحصل؟ بترد عليها اوليفيا بتقولها ما تقلقيش، سيلينا دي طيبه ولطيفه، ده غير ان الام اصلا ميريل بنفسها قالت انها لازم يتعايشوا معاها، وهو ده اللي بيحصل حاليا. الساحره كيرين بتعترض بتقولها من رايي ان احنا نجيب اللميه ديت للمدينه ونحقق في الموضوع، ولازم نتكلم مع الشخص المسؤول عن القريه وازاي يسمح بانها تعيش وسطكم. في اللحظه دي بيظهر راجل غريب بيقول لهم انا المسؤول والقريه دي تحت سلطتي. مش كده وبس، انا فعلا حاسس انها ممكن تكون خطيره، علشان كده انا بعت مبعوث يجيبها للمدينه. في نفس الوقت بيبقى دولان مع كريستينا وسيلينا بيزرعوا البطاطس بسعاده وهدوء، مش عارفين اللي القدر مخبيه. وفجاه بيقاطعهم واحد من الجنود بيقول له دولان بسرعه تعالى انت وجماعتك على البوابه، في موضوع كبير. وفعلا بيجروا على البوابه، وفجاه بيسحب كبير القريه كريستينا وبيخبيها علشان ما تشوفش اللي هيحصل. بيظهر جنود من كل حته وبيحاصروا سيلينا باسلحتهم. بيقابلهم راجل اسمه جوده بيقول لهم انا المفروض المسؤول عن القريه، وسمعت اشاعات انكم مخبيين لميه في القريه، هل الكلام ده صحيح؟ دولان بيقول له بالظبط، ايه المطلوب بقى يا غالي؟ بيقول له مفيش مطلوب، هناخدها معانا للمدينه غصب عنك وهناك هيحاكموها بنفسهم، وقتها نعرف لو مؤذيه وبتشكل خطر ولا لا. سيلينا بتتصدم، بتبقى متوتره، ولكن بتوافق انها تروح معاهم، بس طبعا ده مش بيحصل. دولان بيقول لهم انا اللي جبتها للقريه، فلو هتاخدوها خلوني معاكم ويعتبر انا المسؤول عنها. بيوافق المفاوض وبيقول له مش فارقه تعال انت كمان. بياخدوا بعضهم وبيتحركوا للمدينه، وهي ترى ايه اللي هيحصل. كريستينا بتبقى شافت كل اللي بيحصل، بتتعصب، بتقول انها لازم تروح للمديره وتتكلم معاها افهم منها ايه اللي بيحصل. وعلى طول بتستخدم تعويذه بتزيد من سرعتها بطريقه رهيبه لحد لما بتقدر توصل لمدينه جالو. بتدخل لمكتب المديره بتاعه الاكاديميه، بتقول لها احنا لازم نقعد ونتكلم شويه. المديره بتوافق، بتقعد معاها وبتقول لها ما تقلقيش محدش هيقدر يخلص على سيلينا، وده لان المفروض متوصى عليها من الام ميريل. بتسالها كريستينا عن السبب اللي خلوها يجيبوها للمدينه. المديره بتعرفها ان الشخص اللي امر بكده هي الساحره كيرين، ورتبتها اعلى من رتبه المفاوض علشان كده نفذوا اوامرها. اما عن السبب الحقيقي فهي بتقول ان لميه ممكن تكون لها علاقه بقضايا الاختفاء اللي بتحصل مؤخرا في المدينه، علشان كده بدات تشك في لميه وقررت تحقق معاها. في نفس الوقت بتبقى سيلينا ودولان متفاجئين بعد ما طلبوا واحد من الحراس ان هم ييجوا معاهم. المفاوض عاوز يقابلهم بنفسه. بيوقفوا العربيه وبيروحوا مع الحراس ناحيه الغابه. بيقابلوا المفاوض اللي بيكلمهم بسريه على موضوع، ويا ترى ايه الموضوع؟ بيخلصوا كلامهم وبيرجعوا للعربيه وشويه وهنفهم كل حاجه. دولان بيوصل وسيلينا للمدينه، وهناك بتستقبلهم كيرين وبتعرفهم بنفسها وانها يعتبر اعظم ساحره في المدينه، على اساس انها طيبه وكده يعني، وبتحلف عليهم ان هم لازم يتعشوا معاهم، ده انتوا جايين من رحله طويله يعني مهما كان. وفعلا بيدخلوا، بتفرش لهم السفره وبتعيش دور الانسان الطيبه. بتقول لسيلينا ما تقلقيش انا استدعيتك بس الموضوع ما يخوفش يعني، كلي وانت مرتاح ويا رب اللي في بالي ما يطلع صح. بتكمل الساحره كيرين وبتعرفها انها كائن لطيف وطيب. الموضوع ما فيه ان هم كانوا مطلعين عنك اشاعه بانك بتقتلي اي حد بعينيكي وباللعنه الخاصه باللميه، ولكن لما قابلتك عرفت ان هم بيألفوا القصص، وده لانك جميله وبريئه مستحيل تكوني من النوع ده. وفجاه بتتغير نبره كيرين، بتخرف في الكلام، بتقولها انت الوجبه المثاليه لساحره زيي. اوه لا لا، اللي انا كنت خايف منه حصل عزيزي المشاهد، صحابنا بيفقدوا الوعي. في نفس الوقت بيدخل المفاوض غودا على مكتب المديره، وهناك بيلاقي كريستينا في وشه. بتقول له فين سيلينا؟ انت قول كل اللي عندك. بيقول لها اهدي انا خلاص هحكي كل حاجه واعرفكم الحقيقه. بيبدا كلامه بيقول ان حوادث اختفاء البنات كترت الفتره الاخيره، ولحد دلوقتي مش لاقيين ولا واحده منهم. كريستينا بتتعصب، بتقول له ايه علاقه الموضوع ده بسيلينا؟ المفاوض بيقاطعها، بيقول لها من الاخر كده احنا بنشك ان الساحره كيرين دي هي الساحره اللي استخدمت سحر محرم. الكلام ده حصل من 300 سنه علشان تستحوذ على جسم بنت جميله وشابه، وحاليا الساحره ديت مهتمه بسيلينا علشان تستحوذ عليها. وفعلا في الوقت نفسه بتبقى كيرين جهزت عده التشريح، حاطه سيلينا قدامها وناويه تشرحها، ولكن في اللحظه المناسبه بيقوم دولان وبيوقفها. الساحره بتتصدم، ازاي قدر يقطع القيود؟ مش اي حد يقدر يعملها، ده معموله من جلد سحريه. الظاهر كده انك مش مجرد بشري وهتتعبني معاك. دولان بيتعصب، وده لانه عرف ماضيها وانها قاتله وخلصت على مئات الاشخاص، قتلتهم بنفسها وهي سبب اختفاء البنات. بيتضايق اكتر لما بتقوله انها بطلت تعد عدد الاشخاص اللي بتموتهم من بعد ال100. بيسالها عن السبب ورا اللي عملته، بتقوله بكل بساطه انا عملت كده علشان ابحاثي، حتى بص حواليك هتلاقي المنظر اللي يفتح النفس ولا ايه. دولان بيعرف انها مش طبيعيه، بيسالها هو انت اتعاقدتي مع شيطان ولا
ده ايه اصل السحر اللي انت فيه؟ السحر ده محرم، بتستخدميه ازاي؟ بتصدمه، بتقوله بكل برود انا عارفه ان ده سحر محرم، وفعلا متعاونه مع شيطان وهو اللي ساعدني ابقى في الجسم ده، وعلشان اكونه كان لازم اخد جزء من كل الكائنات الحيه، خلصت عليهم كلهم، ولكن زهقت منه وقررت اغيره وبداله هستخدم جسم سيلينا واستحوذ عليه. كل ده وسيلينا فات وسمعت كل حاجه، بتقولها وهي مصدومه، انت ازاي قدرت تعملي كده؟ انت مجنونه، خلصت على كل ده ليه؟ انت لازم تموتي، انت خطر على العالم صدقيني. صحيح المفاوض جودا قال لنا الكلام ده عنك بس برضه ما صدقناهوش، وعرفنا دلوقتي قال لهم ايه في الغابه. في اللحظه دي كريستينا بتفاجئهم، بتكسر الجدار وبتدخل عليهم، بتجري عليهم، بتقول لهم ليه عاوزين تعملوا نفسكم طعم ليها؟ كنتوا عارفين من الاول انها الساحره الشريره، كان ممكن في اي لحظه انها تقتلكم. وعلى طول بيامر المفاوض الجنود ان هم يحبسوا كيرين. المديره بتقول لها خلاص كلنا عرفنا خطتك، عايزه تلبسي التهمه لسيلينا على اختفاء البنات، وفي الاخر تظهري للكل انك البطله. بس خلاص عرفنا الحقيقه، ما تقاوميش واستسلمي. بس الساحره كيرين بتبص لها باستحقار، بتقول لها طبعا ما انتوا بتكلموني وانتوا عارفين ان شكلكم جميل، مش محتاجين لحاجه علشان تبقوا ناس جميله. وفجاه بتسترجع ذكرياتها لما كانت طفله مهووسه بالجمال، كان نفسها في يوم من الايام تبقى جميله. بتتجه لطريق السحر المحرم، بتقرر انها تقتل البنات الجميله وتستحوذ على اجسامهم، بتعمل عليهم تجارب وابحاث. بتخلص كلامها وقصتها وبتتجنن، بتقول لهم طالما اللعبه على المكشوف وانا هتحبس، انا هوريكم نتائج ابحاثي اشتغلت عليها 300 سنه يعني مش من فراغ. وفجاه بيبدا جسمها ان هو يتحول بطريقه رهيبه، بتكون وحش طيني بشع. مش كده وبس، لا هو كمان بتتجنن وبتقول لهم سلموني الا ميه والا تندموا. طبعا بيرفضوا، بتبدا انها تهاجمهم ولكنهم بيبقوا مرعوبين من شكلها. دولان بيفسر لهم، بيقول لهم انها دمجت اجزاء مختلفه من الاجناس لحد لما تكون معاها الوحش ده، والسبب الرئيسي طبعا انها تعاقدت مع شيطان وهو اللي بيساعدها في تحويلاتها. وفجاه في نص الكلام بيهاجمهم الوحش، بيبقى عاوز يقضي عليهم، ولكن سيلينا بتظهر في الوقت المناسب بتوقفه بلعنتها. لكن الوحش بيقدر يكسر اللعنه بصعوبه بس كسرها. وقتها بيبقى عاوز يخلص على سيلينا، مفكر انها الوحيده اللي بتشكل خطر عليه. في اللحظه دي بتدخل عليه كريستينا وبتقطع له صوابعه حرفيا، بتقول اللي هيقرب من صحابي يبقى حكم على نفسه بالاعدام. الوحش حس كده بالاهانه، بيتعصب وبيقرر يهاجمهم بكل قوته، ولكن كريستينا بتقرر هي كمان انها تستخدم سيفها السحري، وعلى طول بتقطعه ل 100 حته ومش بترحمه. انا عايز اقول لك بس ان كل ده ولحد دلوقتي دولان ما اتدخلش. الوحش خلاص بيجيب اخره من كريستينا وبيدخلوا الاثنين في نزال حاد. الوحش مش قادر يسيطر على جسمه، فجاه بيهاجم كريستينا بالسحر الاسود، ولكنها بتصده بالهجوم بسيفها. لحقت نفسها بنت اللعيبه، ولكن الوضع بيبقى خطير، وده لان السحر الاسود سحر هجومي، مش اي حد يعرف يقف قصاده. بس طبعا الكلام ده مش على دولان، خش له يا زعيم. مش بيستنى لحظه زياده وبيقول له كريستينا هتنسحب هي وسيلينا، انا هتصرف مره وللابد. المديره بتصدم لان ده معناه ان قوته اعلى من السحر الاسود، مفيش بشري قدر يمتلك كميه الطاقه الرهيبه ديت. دولان بيصنع دائره سحريه واحده للهجوم والتانيه للدفاع، ما بيديش فرصه حتى ان هو ياخد باله. على طول بيبدا في خطته، بيشغل دماغه، بيستفز الوحش الاول، قدر ان هو يخليه يفقد السيطره على نفسه، وفعلا عملها، وقع في الفخ خلاص. هوبا بيستخدم تعويذه الرماح السماويه واللي بتهاجم الوحوش من فوق. واحده بوم طاخه صح تدحم بوه، بيعمل معاه الصح وعلى ابوه كمان، بيقطع جسمه بدون رحمه. الوحش عايز يهرب مش قادر بسبب الحاجز، خايف مرعوب من الشاب ده اللي فجاه جه ظهر قدامي. بس على مين؟ دولان عمال يضايق الحاجز اكتر لحد لما بينفجر بيه، وبكده بيختفي الوحش مره وللابد، حرفيا يتحول لغراب وتلاشى في الحاجز. وبيبدا يوم جديد بعد معركه قويه، كل واحد رجع يعيش حياته الطبيعيه. سيلينا بتدرس وبتقرا معلومات علشان تقدر تتاقلم وتعيش بسلام، ولكنها بتتعب وبتستسلم لان عقلها بيقف خلاص، مش مستحمل معلومات اكتر من كده. دولان بيشجعها، بيفكرها انها لازم تدرس علشان تتاقلم، لو عاوزه تعيش في سلام يا بنت يبقى لازم تتعلمي، هي دي الحياه المؤلمه اللي كل البشر عايشينها. في الوقت ده بتدخل كريستينا وبتطمن عليهم، بتشجع سيلينا علشان تكمل دراستها، ما تستسلمش للدراسه، انت اقوى من المخدرات، انت اقوى من الدراسه. وقتها بينضم لهم المفوض والمديره، بيبقى جاي لهم بخبر نار ضرب دمار. بيروح لسيلينا وبيديلها ورقتين، وده عربون شكر على اللي انت عملتيه. بتشوفهم وبتكتشف ان ده تصريح رسمي انها تعيش في قريه فيرون، خلاص بقيتي فرد من القريه، هتعيشي بسلام وامان وكانك واحده منهم. البنت بتطير من الفرحه، مش مصدقه اللي هي شايفاه، حققت حلم من احلامها، بتحتفل مع دولان وكريستينا. ولكن المديره بتقاطعهم، بتقول لدولان ان في حد عاوز يقابله. فعلا لما بيطلع بيلاقي ان ده ابن المعلمه العجوزه لو انتوا ناسيين، عايش هنا في المدينه بيدرس، اسمه دينزل. بيسلم عليه وبيعتذر له على اللي حصل، بيقرر ياخدهم في جوله في المدينه علشان يشكرهم بطريقته. ولكن الجوله بتتقلب لما بتلاحظ سيلينا ان الكل بيبص لها بنظرات خوف وقلق، مش حاسه بالطمانينه، لسه الكل برضه مش مديلها الامان. يا بنتي مهما حاولتي برضه، وهنا هنعتمد خلاص بان الصبر مفتاح الفرج، بيحس بيها دولان وبيواسيها، بيقف جنبها، ده اللي بيشجعها انها تاخد بعضها وترجع لقريتها قبل ما يتاخروا تاني. وفعلا بيجمعوا بعضهم وبيودعوا الكل قبل ما يسافروا. ولكن دينزل بيوقف دولان، بيقول له انا اتكلمت مع المديره وصلنا لقرار انك ممكن تدرس في الاكاديميه هنا. طبعا القرار ده فكرنا فيه، وده لان قوتك هايله ورهيبه، ولكن الصدمه ان هو بيرفضه عادي. بيقول لهم للاسف انا مشغول بامور الشخصيه
القريه، والقريه ديت اهم حاجه بالنسبه لي، وده السبب اللي خلاني ارفض عرضكم. دينزل بيعرف ان هم يستقبلوه في اي وقت لانه شخص نادر وقوي عنده مهارات استثنائيه، قوه مش طبيعيه. المديره بتقول له على فكره انت كل ده ولسه ضعيف، انت ما واجهتش الشيطان على فكره، لو عاوز تدرب روحك كويس وتنقذ القريه لازم تفكر في موضوع الاكاديميه. وبسبب كده الموضوع بيدخل لعقل دولان وبيوعدهم ان هو يفكر في الموضوع فعلا. بياخدوا بعضهم وبيركبوا علشان يرجعوا للقريه، وفي الطريق بتساله كريستينا لو بيفكر في اقتراح المديره. بيعرفها ان دي الحقيقه وان هو حلم ليه انه ينضم لاكاديميه السحر، ولكن اولويته حاليا هي قريته، لازم يحمي اهلها والناس اللي بيحبها. وقتها كريستينا بتتاكد ان حب دولان لقريته اكبر من اي حاجه في حياته. على العموم من هنا ورايح عايزك تنادي لي كريس لاننا يعتبر في نفس العمر، يعني مش احنا بقينا اصحاب برضه ولا ايه؟ بلا بما انك شايفه كده، طب انا عايز اخد رايك، ايه رايك اروح الاكاديميه صح ولا غلط؟ بترد عليه بتعرفوا ان هناك هيتعلم حاجات جديده مش هيتعلمها في القريه، ده غير ان هو هيكتسب مهارات فريده مميزه وهيطور من سحره. بينتهي الكلام ودولان عمال يفكر مش عارف ياخد قرار. كل ده وسلينا بتسمع كلامهم، الظاهر كده انها زعلانه، بتحس بالخوف من ان دولان فعلا هياخد الخطوه، وقتها هيسيب القريه اللي هي راحت لها علشانه. بيبدا يوم جديد في القريه، كريستينا ودولان بيبداوا يدربوا الاطفال بكل نشاط وقوه، بيتعلمهم مهارات استخدام السيف، وده لانها مفيش حد يقدر يتغلب عليها. على الجنب التاني بيبقى دولان مع الاطفال بيدربهم هو كمان، وده لان هم افضل المقاتلين في القريه. كل ده وسلينا بتتفرج عليهم مبهوره باللي بيحصل قدامها. وقتها بتتضايق وبتفتكر كلام دينزل والمديره ليه لما عرضوا عليه يتدرب في اكاديميه السحر. بتخاف من فكره ان ممكن يجي اليوم ودولان يروح ويسيبها وراها في القريه. فجاه بتسمع كريستينا وهي بتقول لدولان انا عاوز اطلب منك حاجه، خدني للغابه، عايز اختبر قدراتي واقطع الحيوانات والوحوش الخطيره هناك. الواد بيستغرب منها بيقول لها ده انت حتى قلتيها بنفسك، الغابه خطيره وفيها حيوانات شرسه ممكن تخلص علينا. كل ده وفي الاخر عاوزه تدخل علشان تختبر قدراتك. كريستينا بتقول على فكره انت فهمتني غلط، انا بعمل كده علشان القريه محتاجه مساعدتي وطلبوا مني ان انا اهتم بالحيوانات، وده لان هم ناويين ياخدوا الحيوانات ويودوها للغابه علشان تتغذى. انت فهمت غلط بس مش اكتر. فشوف بقى عايز نحمي القريه ولا مش عايز نحميها؟ دولان بيوافق على كلامها، بياخدها مع الجنود وسلينا، ولما بيدخلوا للغابه بتبقى البنات مرتاحه وفرحانه، الجو جميل والدنيا ربيع وسلمنا على كل الجرابيع، ولكن الجنود بيبقوا مجهزين اسلحتهم على اهبه الاستعداد، وده لانهم عارفين مدى خطوره الغابه، ممكن في اي لحظه حالهم يتغير 180 درجه. في نص الطريق فجاه بيهرب واحد من الحيوانات، بيجري وراه الجندي وبيقول له خد تعالى رايح فين؟ مش بيكمل خطوته وهوبا بيلاقي الحيوان اترمى لبعيد متقطع، ومن دون اي مقدمات بيظهر فجاه نمر متوحش بيهجم على الجندي علشان يقطعه هو كمان. القائد بيتدخل على طول ومن مره واحده بيوقعه بضربه منه، بيقول له ياخد باله لان هم في الغابه مش اي مكان، ولكن هوبا مره تانية بيظهر يا عيني من وراه وحش غريب مريب شبه العنكبوت بيهجم على القائد بكل شراسه. دولان والبنات بيسمعوا صوت القائد وبيجروا عليه، ولكن هنا الصدمه لما بيشوفوه مرمى على الارض متصاب. مش كده وبس، ده بيكون مرعوب وبيقول لهم يهربوا لبعيد، وعلى طول الوحش مش بيستنى بيهجم عليهم هم كمان. دولان هو كمان ابن اللعيبه كان عامل حسابه، مره واحده بيستخدم قذيفه هواء بترمى الوحش لبعيد من ضربه دولان. يا ابن اللعيبه، كريستينا بتستغرب ازاي قدر يتصرف بالسهوله ديت مع الوحش، اكيد انت عارفه. بالله انا مش عايز اصدمك بس ده مش وحش، ده شيطان. الصدمه الاكبر ان النوع ده اسمه زرت، ده اضعف نوع من الشياطين يعتبر، وبالرغم من ده كله فهو قوي جدا ومرن. والمعلومات دي كلها عرفتها من المكتبه اللي موجوده تبع المعلمه بتاعتي. وعلى طول بيقول لها الخطه بصي انا هوقفه، هقدر اشيل حركته، انت بقى عايزك تقتليه وتخلص عليه. جاهزه يا حاجه؟ جاهزه يا ابني. كريس بتوافق على طول وبتبدا خطتهم وبكل قوه. دولان بيستخدم قذيفه طاقه، الشيطان بيتشدد بتوقفه للحظات، وهو ده اللي احنا عاوزينه. كريس بتستغل الفرصه بتهجم عليه. مش كده وبس، دي بتقطع كل اطرافه، وفجاه بيختفي الشيطان وبيتحول لرماد. ايه اللي حصل؟ انا مش فاهمه ايه اللي بيحصل. ولكن دولان بيقول لها تسكت، ما تحكيش اي حاجه لاهل القريه لحد لما نرجع. وفعلا بيروحوا للقريه، الكل بيتجمع وقلقانين على حاله القائد بعد ما اتصاب في الغابه، ولكن كبير القريه بيطمنهم، بيعرفوا من العجوزه ماجورا بتعتني بيه وخلاص هو بقى كويس. ولكن كلهم قلقانين جدا، ازاي يعني ما نخافش؟ ده القائد بلانا اقوى واحد في القريه وهو اللي بيحمينا، معنى ان هو يتهزم ويتصاب من وحش مجهول دي مصيبه. القريه خلاص بقت في خطر وكارثه، كلها حكايه وقت ويهاجمونا. دولان بيبدا يتوتر، وده لان ظهور النمر المتوحش بحد ذاته نادر، لا وبعدها كمان يظهر شيطان. الظاهر كده ان الموضوع كبير ووراه سر. في اللحظه دي بتدخل العجوزه ماجورا وبتطمنهم، بتقول لهم ان القائد قام وبصحه كويسه، ولكن الجرح مش بسبب النمر. امال بسبب ايه؟ لو عاوزين تعرفوا يبقى لازم محدش فيكم يتوتر، ده بسبب حيوان غريب. دولان بيبدا يتجنن وبيبقى خايف على قريته من الخطر، فبيتطوع وبيقول انا هضحي بنفسي، هروح الغابه واستكشف الدنيا وهخلص على الوحوش ديت. طبعا العجوزه ماجورا بتوقفه، بتقول له وانت عايز تخاطر بحياتك دايما؟ انت اتجننت ولا ايه؟ احنا الحل الوحيد ان احنا نتعايش مع الوضع، كده كده الخطر دايما في الغابه بعيد عننا. دولان بيعترض على كلامها، بيبقى مصر ان هو يروح ويستكشف الغابه مش اكتر. بتقول له العجوز يا ابني الظاهر كده انك هتجنني، هتعمل اللي في
دماغك حتى لو عرضتك. انا مستعد اوافق بس بشرط هتاخد حد معاك احتياطي. هنا كريستينا بتتطوع على طول، بتقول انها اللي هتروح معاه، بس كبير القريه بيعترض، بيقلب الدنيا، بيقول لها تروحي فين يا انسه؟ انت عايزه الاكاديميه والمدينه يقتلونا لو حصل اي حاجه ليكي؟ ده احنا اخدينك امانه، بس لو حصل لك اي حاجه مش هنستنى الوحوش، وقتها احنا بقينا بالسلامه. في اللحظه دي سيلينا بتستغل الفرصه، بتقول لهم خلاص ما عادش غيري، انا اللي هروح معاه، ده حتى عندي سحر وعيني ولعنتي من الاخر كده، انا الشخص المناسب، مش هتلاقوا حد بقدراتي. دولان بيوافق لانه بيشوف الاصرار في عينيها، بيقول لها خلاص اتحلت، انا وهي هنروح سوا ونتفقد الغابه ونرجع على طول. كبير القريه بيوافق، ده انت طلعت واطي، يعني مش خايف عليهم وخايف على كريستينا، اما انت عينك عليها بحق وحقيقي. لا الحنين بيقول لهم ترجعوا بالسلامه من غير ولا جرح. والله طيب وغلبان، ولكن دي حقيقه برضو عزيزي. بيوافق دولان وبيتحرك الصبح مع سيلينا، وهنا تبدا المغامره، بيجهزوا شنطتهم رايحين ناحيه الغابه. في الطريق سيلينا بتقول له ما تقلقش، انا هوريك مهاراتي، هثبت لك قوتي المره دي، من الاخر كده هبهرك. في اللحظه دي بيبقوا كلهم وصلوا على الغابه، بس فجاه بيحسوا بشخص غريب مستخبي. ايوه ما فيش غيرها كريستينا. عزيزي المشاهد قررت برضو تروح من وراهم. عاملين ايه يا جماعه؟ ايه الاخبار؟ ده انا كنت بس بتمشى في الغابه، يا محاسن الصدف. دولان بيقول لها يا بنتي انت مش اتمنعتي بسبب قرار كبير القريه ده، لو عرف انك هنا هيقلب الدنيا علينا. كريس بتقول له خلاص القريه والناس اللي فيها هم جزء من حياتي حاليا، ده انا بقيت منهم خلاص، لازم اقاتل معاكم علشان احميهم، يا ريت بقى تتجاهل القرار وتاخدني معاكم. دولان بيتاثر من كلامها، بيحس بحبها للقريه وبيوافق هو وسيلينا، وعلى طول بيتحركوا للغابه. اول لما بيدخلوا الكل بيستخدم قوته السحريه المميزه، بتبدا الشياطين انها تهاجمهم من كل حته. سيلينا بتلعنهم بعيونها، وكريس ودولان بيقطعوهم بسيوفهم. هو ده الثلاثي المرح ولا بلاش؟ من الاخر كده القتال ده من طرف واحد، قتال ملحمي جبار، واللي هيقف قدام دولان هنولعه بالنار. دولان عمال يقاتل بكل قوته، بيعرف ان الدافع اللي بيحركه هو حبه للناس، حبه للقريه والاشخاص اللي حواليه، بيحس ان هو عاوز يضحي علشان يحميهم. دلوقتي بيتاكد ان مع الوقت خلاص الايام بتغيره، هيبقى بشري بجد ولا ايه؟ مره واحده بيقطع صوت كريستينا مصدومه من الوحش الجديد اللي ظهر من العدم. اوه لا لا، بس على مين يا حبيبتي؟ ده معانا سيلينا. بسرعه اتصرفت وعرفت انها تتحكم بيه، هي دي بقى المهارات اللي احنا مستنيينها. روح اعزم عليه بتفاحه يا بنتي وروق الدنيا. كريس بتقول هو انا في حلم ولا ايه؟ ايه اللي بيحصل ده؟ بتلف الاتجاه التاني، بتلاقي دولان عايش في عالم تاني، الحيوانات كلها متلميه عليه ومستلطفينه وبيحبوه خالص. دولان نفسه بيتصدم، بيقول انا نفسي مش فاهم حاجه. طب يلا يا جماعه سيلينا عزمان على الغدا كلنا بقى، ايه السرعه دي؟ الوحوش كمان بينضم لهم، هو ايه اللي بيحصل؟ كريس نفسها مستغربه، بتقول له هو ده طبيعي انها تتعامل مع الوحوش؟ سيلينا بتضحك على كلامها، بتقول لها ايه انت نسيت ان انا كمان نص وحش ولا ايه؟ فكريس بتحس بالاحراج، بتلم نفسها وبتسكت، ولكنها مش بتستحمل لطافه الوحوش، بتاكلهم هي كمان، ولكنها سيلينا في نفسها بيكملوا النزهه وهم مبسوطين. ولكن دولان بيخرب الدنيا ودلقين التنين ومش عارف يتكلم زي الناس، بيحاول يلطف الجو مع كريستينا، بيقول لها انت جميله كده ازاي وكانك طالعه من لوحه. لا كمان سيلينا بتطبل وراه، بتقول لها مش هتقولي لي برضو ايه سر جمالك؟ ده احنا بنات يعني، لعل وعسى الاقي زوج يعجب بيا ويبص ناحيتي. طبعا دولان لازم يتكلم ويخرب الدنيا، بيقول لها انت جميله زي ما انت يا سيلينا، مش محتاجه حاجه. الله يخرب بيتك يا ابني، هتعلق البنت بيك على الفاضي. سيلينا بتتجنن طبعا وبتسرح بخيالها. اعمل ايه؟ قال لها جميله يا جدعان، خلاص معجب بيها، هيموت عليها. طب بقى نركز شويه. فجاه بيقطع كلامهم، كره زرقاء بتترمى ناحيتهم، بينصدموا لما بيلاقوا جواها جنيه مصابه. لا مره واحده بتقول لهم اهربوا وعيشوا، وهوبا مره واحده بتظهر شياطين كتيره حواليهم، شكلها هتخرب دلوقتي. على طول دولان وكريس بيتصدوا لهم، بيهاجموا باسلحتهم، ولكن عددهم بيكتر. فجاه بيطلعوا من كل حته، خلاص شكلها هي دي النهايه ولا ايه؟ دولان عمال يقاتل واحد منهم، بيكتشف ان ده مجرد تشتيت، وبيظهر واحد تاني من وراه بيحاول ينقذ نفسه، بس سيف خلاص في شيطان تاني، بيحاولوا يوقفوا ايده التانيه من غير اي سلاح. خلاص هي دي النهايه. بيضطر هنا يستخدم قوته الحقيقيه، قوه التنين. مره واحده ايده بتتحول لايد تنين، بيقدر يخلص على الشيطان بقبضه منه. ايوه يا ابني، عين القوه دي كلها فين؟ على جنب تاني كريستينا بتقطعهم بسيفها، ماسكه الاول ورا التاني، واللي بيقابلها يا عيني بيعاني. بس فجاه بيظهر واحد من وراها وشكله هيغدر بيها. على طول سيلينا بتتدخل، بتستخدم لعنتها وبتخلص عليه ببصه منها. وبعد ما بيتاكدوا ان هم خلصوا على الكل، بيتكلموا مع الجنيه، بتقول لهم في ايه، بتعرفهم كل حاجه، انها لقت الشياطين بيظهروا من كل مكان وبيجروا وراها. دلوقتي دولان بيفهم القصه، اكيد في مسؤول عن ارسال الشياطين ديت للغابه، الموضوع كبير وراه سر خطير، كارثه تحصل. في اللحظه دي دولان بيحس ان هم متراقبين، في كائنات تانية حواليهم، فبينزلوا اسلحتهم علشان يثبتوا ان هم مش عايزين يقتلوا ولا حاجه، بيقعدوا يتكلموا معاهم مش اكتر. ووقتها بيظهر السر المخفي، هم دول عارفين كل اللي بيحصل وبدايه الموضوع ازاي. هي كائنات اسمها الالف، عندهم كل الحكايه وكانهم جنيات في نفس الوقت هيئتهم بشريه. في اللحظه دي بيظهر مجموعه كبيره من حواليهم وبيحاصروهم، ويا ترى ايه اللي هيحصل؟ وده كل اللي بيحصل. وعلشان نفهم باقي الحكايه لازم تفعل جرس الاشعارات علشان يوصلك الجزء التاني على طول اول ما ينزل.
وأوعدك هتشوف عندي عظمة مش هتشوفها عند غيري.